وايه تاني؟ ايه؟ لا لا، انك تمنعي تعملي التعليم او تمنعي طبعا. طبعا. بالنسبة للتعليم وتحسين التعليم ده بيبقى محتاج استراتيجية من الدولة. يعني التعليم مش من يوم وليلة ممكن يتحسن. التعليم محتاج استراتيجية معينة من الدولة. لا ممكن تبقى اقل من كده. بس هي المشكلة في حاجة، المشكلة في حاجة ان احنا لو عملنا استراتيجية للدولة. التعليم عايز تخطيط. بمعنى انا عندي التعليم الابتدائي الحكومي، انا بتكلم عن الحكومي ماليش بالدخل بالخاص. الحكومي عدد كثافة الطلبة طبعا عددها كتير جدا، ممكن يوصل ل50 حاجة و50. عشان اعمل تخطيط كويس يبقى لازم عدد معين من المدارس، وده بيتم عن طريق فتح. احنا دلوقتي المحافظة بتاعتنا للأسف هي محافظة مغلقة ملهاش ظهير صحراوي. يعني ايه ظهير صحراوي؟ يعني اي محافظة من المحافظات بيبقى ليها امتداد ممكن تتوسع من خلاله وتعمل مشروعات وتعمل مناطق صناعية وتعمل مناطق سكنية وتعمل كل مشروع، تعمل منطقة للمدارس. كل ده للأسف محافظة الغربية ما عندهاش الظهير ده. فأول حاجة كان في برنامجنا لو انتوا شفتوا الورق الظهير الصحراوي. لو احنا فتحنا كوم حمادة اللي هي كانت تبعنا اصلا هيعمل لينا ظهير صحراوي، وبالتالي هنعمل تخطيط. انتوا لو شفتوا عدد الكثافة الغربية او طنطا بالذات في المحيط اللي احنا فيه هنلاقي عدد الكثافة كبيرة جدا بالنسبة لمحافظة مغلقة زينا. فعشان تعمل تعليم جيد يبقى لازم تعمل عدد كافي من المدارس المعدة جيدا باعدادات جيدة عشان تقضي ايه؟ عدد الطلبة. لكن ما جيش اقول لك ان انا هعمل تحسن في المعارف، هدرب المدرس، هرفع له مرتبات، وانا عندي فصل ما اقدرش اتعامل معاه اصلا. هو ده المشكله عندنا في فقر التخطيط. احنا ما عندناش تخطيط. يعني احنا مثلا عملنا عشان كده بقول لك نقطه التعليم. هو انا قلت ان انا هحلها في التعليم؟ انا ما بقولش ان انا احل التعليم، انا بقول لك التعليم مشاكله بوضحها لك عشان انا صريحه معاك. انا لما باجي اتكلم عن التعليم لازم ليه تخطيط تاني خالص. لازم يبقى قلت في ظهير وفي عدد مدارس يكفي عدد الطلبه بما هو مناسب، بما يمثل الجوده. زي احنا عندنا حاجه اسمها الجوده، معايير الجوده. عدد الطلبه لا تتعدى مثلا 35 طالب في الفصل، ده على ماكسيموم، يعني اقصى حاجه للطلبه عشان تقدر تتعامل حتى معاهم. وفي المواد العمليه لازم ينقسموا كمان، او يعني زي مثلا حاسب آلي، ماده زي معمل العلوم. كل ده المدارس مش معده لذلك، وعشان اعدها لذلك لازم اعمل تخطيط من البدايه. وده اللي بيعمله مثلا سياده الرئيس في عمليه بدء عمل مدن جديده. حل طنطا ان احنا